السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم سارة. لو اول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة تنزلي تحت الفيديو تشتركي وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك اشعار بيه على طول فتقدري تتفرجي على الفيديو. كمان ما تنسينيش في لايك عشان اللايك تفاعل بيرفع الفيديو يوصل للبنات كلها، فالكل ان شاء الله يقدر يستفيد بالمعلومة زي ما احنا بنستفاد نفيد غيرنا، فما ننساش اللايك. انا هقولك النهارده اخطاء معينة لو عملتيها اثناء الاستحمام دي بتأخر الحمل. كمان هقولك ازاي تحافظي على السائل بعد العلاقة، واخطاء معينة اثناء الاستحمام للأسف بتخرج السائل فبالتالي ما بيحصلش حمل. خليكي معايا وفيديو مهم جدا وهيفيدك، اسمعي كل معلومة فيه وان شاء الله بإذن الله هتستفادي. بس قبل ما ابدا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. قولوا آمين آمين آمين. يلا بينا ونشوف الفيديو بتاع النهارده ايه. في ناس هتقولي هو في أخطاء معينة أثناء الاستحمام ممكن تأخر الحمل؟ طبعا في أخطاء معينة أثناء الاستحمام ممكن تأخر عندك الحمل. الأخطاء دي لازم تاخدي بالك منها، وللأسف هي بتأخر الحمل. هقولك أخطاء أثناء الاستحمام في الوقت العادي وأخطاء أثناء الاستحمام بعد العلاقة، فركزي بقى ويلا بينا نشوف ايه هي الأخطاء. أولا كده، لو انت بتخططي الحمل ما تحاوليش تملي البانيو وتقعدي فيه. ما تحاوليش تملي البانيو ميه وتقعدي فيه. ليه بقى؟ لان دخول الميه للمكان ده بيعمل حاجة اسمها هواء في الرحم او برد في الرحم، تمام؟ وده بيكون غلط جدا. يعني انت لو بتحاولي مثلا حتى تتشطفي او كده بتتشطفي بميه عاديه، تمام، ولكن بتتشطفي خلاص وبتمسحي، لكن انت بتقعدي في البانيو مده طويله، بتقعدي في البانيو مده عشان الاستحمام. في ناس غيتها ان هي تملى البانيو وتقعد في البانيو، ده غلط جدا وده بيدخل ميه للمكان، وبالتالي ده ممكن يأخر عندك الحمل او يعمل لك زي برد في الرحم، وده بيكون حتى لو ميه سخنه. ده الميه السخنه دي كارثه كبيره انا هقولك عليها دلوقتي. فانت حاولي ان انت ما تمليش البانيو وتقعدي فيه، استحمي على الواقف كده وانت واقفه، تمام؟ ودايما حاولي ان انت في الوقت اللي انت بتخططي فيه الحمل تكوني مدفيه المكان ده. المكان ده كل ما تدفيه بيكون احسن لحدوث الحمل. كل ما طاله برد او طاله هواء ده بيأخر عندك فرص الحمل. يبقى اول خطأ هو ان انت تملي البانيو ميه او تملي مكان ميه وتقعدي فيه فتره اثناء ما بتستحمي وانت بتخططي الحمل. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه هو الميه الساخنه. الميه الساخنه، في بنات كتير اثناء ما بتخطط الحمل بتستعمل ميه سخنه، بتيجي تجيبي ميه سخنه وتستحمي بميه سخنه، او تقفي في الدش وتستحمي بميه سخنه. الميه السخنه يا بنات زي ما قلت لكم ان هي بتكون غلط قبل العلاقه، لان دي بتقتل الحيوانات المنويه، تمام؟ فما ينفعش ان انت تستحمي بميه سخنه لا قبل العلاقه ولا بعد العلاقه، عشان ما تقتلش عندك الحيوانات المنويه ويكون تضيعي فرصه حمل عليكي. طب انا استحمى بايه؟ استحمي بميه فتره اللي هي لا سخنه ولا ساقعه، الميه الفتره، تمام؟ ده بيكون كويس جدا، ولو استحميتي بميه فتره ده بيكون احسن وافضل ليكي، وبالتالي ان شاء الله مش هتضيعي فرصه حمل عليكي ولا اي حاجه. يبقى اول حاجه ما تقعديش في بانيو او ما تقعديش في مكان يكون مليان ميه. تاني حاجه ان انت ما تستحميش بميه ساخنه. تالت حاجة يا بنات هي ممكن تكون حاجة محرجة شوية، او انا يعني عارفة ان هي حاجة هتحرج شوية، ولكن هو مفيش حياء في العلم، تمام؟ هو في بنات كتير بتسألني يعني على الخاص وكده بتقولي ان بيحصل علاقة اثناء الاستحمام. انت عارفة ان اكبر غلط ان يحصل علاقة اثناء الشاور، لان ده بيكون غلط جدا لان انت بتدخلي المية لجوه، تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت اصلا لو حصل علاقة ما بتستفيديش باي حاجة والسائل بيخرج كله، تمام؟ وبالتالي ان انت لو دخل ميه مع السائل ده بيأخر الحمل عندك، لان بيختلط ده مع ده وما بيحصلش حمل اصلا، تمام؟ فانت طبعا وده بيكون غلط برضو عشان الحمام والحاجات دي، ممكن لا قدر الله يعني مش عايزه افسر لكم يعني، فانتوا فاهمين اكيد الشيطان والحاجات اللي هي في الحمام وكده، فانا مش عايزه افسر، تمام؟ فانت طبعا بلاش علاقه الحمام او العلاقه ما تحصلش في الحمام في الفتره اللي انت بتخططي فيها الحمل، عشان حدوث الحمل ان شاء الله، وعشان كمان الحاجات دي يعني وكده بقى. يوم انا خفت وربنا وانا بنقول الفيديو لوحدي والعيال نايمه دلوقتي. المهم ندخلوا في حاجه تانية على طول عشان انا خفت كده. الحاجه اللي بعد كده يا بنات هو ان انت يحصل استحمام على طول بعد العلاقه.
ان انت تقومي بسرعه بعد العلاقه ويحصل استحمام، ده بيخلي السائل كله يخرج بره وما تستفيديش بحاجه. طب انت ازاي تحافظي على السائل؟ طبعا انا كنت قايله قبل كده في فيديو قبل كده، ولكن انا حابه ان انا اقول لكم تاني عشان البنات اللي بتسمع جديده، او عشان اول معلومه يمكن ازود عليها حاجه انت تسمعيها فتفيدك ان شاء الله. البنات اللي هي كانت بتقول مثلا ان بيحصل العلاقه وبتقوم تستحمى بسرعه، السائل بيخرج بسرعه، فانت ما بتستفيديش بحاجه. فانت لازم بعد العلاقه تجيبي الرجل لحد الوش كده، تمام، وتقفلي على نفسك كويس قوي، وتحطي فوطه او شراب صوف وتلبسي عليها هدومك، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت ما تقوميش من مكانك بعد العلاقه لو انت بوضعيه سجود لمده 15 دقيقه، تفضلي على الوضعيه دي. طب انت لو بوضعيه عاديه تفضلي لمده ساعه بالوضعيه دي، بس مش ساعه رافعه رجليكي. رفعه الرجل دي بتكون بالكتير 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، وبعد كده خلاص، تمام. لكن انت تفضلي قاعده ساعتين او 3 ساعات، ويفضل لحد الصبح. يعني لو بالليل يفضل ان انت تقعدي لحد الصبح، تمام. وما يحصلش استحمام غير الصبح. هتقولي طب الصلاه ممكن تقومي على الفجر عادي، مفيش مشكله، تاخدي شاور ولو عايزه تصلي، تمام. طيب او تقعدي ساعتين، اقصى حاجه يعني اقل حاجه ساعتين او 3 ساعات، عشان ده بيكون زي ما انا قلت لك غلط ان انت تقومي وتتحركي. ده بيقلل فرص الحمل عندك، خصوصا لو انت في بدايه الجواز. ليه بقى؟ لان الرحم بيكون مش متعود على الحاجه دي، فبيطرد الحاجه دي، حاجه هو مش متعود عليها وحاجه جديده عليه، فالرحم مش قابل الحاجه دي فبيطردها. فانت طرد الرحم وانت كمان بتقومي وتتحركي، فبالتالي ما بيحصلش حمل. فانت زي ما انا قلت لك ان انت ما تقوميش وما تتحركيش كتير، عشان مش عايزين نضيعوا فرصه حمل عليكي. وتحافظي على السائل بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي. كمان ان انت حاولي ان الاستحمام يكون بميه فتره، طول الوقت بميه فتره، او ميه ساقعه. لو احنا في الصيف مفيش مشكله ميه بقى من الحنفيه، لكن احنا لو في الشتاء تكون ميه فتره، عشان ما تضيعيش فرصه حمل عليكي. والميه السخنه زي ما انا قلت لكم بتقتل الحيوانات المنويه. حتى الزوج قبل العلاقه ما يستحماش بميه سخنه، يستحمى بميه عاديه. بكده يا بنات انا خلصت الفيديو بتاع النهارده وقلت لكم المعلومه بتاعت النهارده. يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده. يا رب ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واستنوني في البث المباشر بالليل للرد على جميع الاسئله وجميع الاستفسارات. وكمان يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومه بطريقه بسيطه جدا، تكون قدرت ان انا اوصل لكم بطريقه سهله مش بطريقه معقده، لان الطريقه السهله هي اللي بتوصل للناس، الطريقه المعقده ما بتوصلش لحد. وكمان عشان طبعا الطريقه السهله بتوصل لجميع الفئات. يا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشير لاصحابكم عشان هم كمان يستفيدوا بالمعلومه. ودعم حلو منكم يا اغلى واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يرزقكم جميعا الذريه الصالحه ويكرم كل مشتاق يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.